اهلا بكل متابعيني في القناه. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى واجمل طاجن باميه باللحمه يجنن، واللحمه كمان هتكون دايبه دوب، وهنعمل كمان جنبه رز بشعريه، حاجه كده خطيره. يا ريت لو اول مره تشوفوني تنسوش تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا بقى نبدا. اول حاجه عندي بقى، انا عندي هنا كيلو من الباميه. طبعا واحنا بنشتري الباميه كده من السوق لازم نكون جايبينها كده طازه فريش كده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين لونها اصلا عامل ازاي؟ لونها خطير، الخضار بتاعها يجنن. شايفين عامله ازاي؟ طبعا واحنا بنجيب الباميه يا ريت ولا نجيبها كبيره قوي ولا صغيره خالص، نجيبها كده حجمها متوسط زي ما انتم شايفين كده. وشايفين يلا بقى كده بينا نبدا ان احنا نقمع الباميه مع بعض. شايفين بتتقمع ازاي؟ طبعا الحته اللي تحت دي لازم بنشيلها وبنشقها من فوق كده مره او مرتين، ولو هي طبعا صغيرة ممكن احنا منشقهاش خالص. طبعا هعمل معاكم واحدة كمان اهيت. شايفين الجمال؟ مفيش كده مفيش اسهل من كده خالص. كده خلاص، ده كده تقميع البامية. وطبعا هقمع البامية كلها زي ما انتم شايفين كده. كده خلاص خلصت الكمية بتاعتي كلها. شكلها بعد ما بتتقمع بتبقى بصراحة خطيرة. خلاص كده خلاص بقت جاهزة معايا. يلا بقى بينا كده نبدأ كده حلة على النار، وهحط في ربع الحلة كده مية زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ بقى ان انا اسيب المية دي تغلي معايا. عندي هنا بقى راس من الثوم، شايفين حجمها عامل ازاي؟ وعندي كمان نص كيلو من اللحمة. اهم حاجة اللحمة يكون فيها نسبة من الدهون زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اول ما المية بتاعتي تغلي هبدأ بقى ان انا انزل عليها باللحمة بتاعتي. اللحمة دي اهم حاجة تكون لحمة صغيرة عشان طبعا هي ما تاخدش معانا سوا قوي. هسيب بقى اللحمة تستوي كده معايا على النار، يا دوب تاخد كده نص سوا او اكتر من نص سوا شوية. هنزل بقى عليها كده بالملح الابيض، معلقة صغيرة من الملح الابيض، ورق لورا طبعا. وطبعا لو عندكم بهارات من بهارات اللحمة برضو اللي هي بهارات الشوربة دي تحطوا برضو منها شوية صغيرين كده. هنسيب بقى اللحمة كده تستوي بقى مع نفسها كده، ونبدأ بقى ان احنا نجيب هنا. عندي هنا بصلتين. هبدأ بقى اجيب الكبة بتاعتي واقطع البصل فيها، وهنفرم بقى البصل. نخليه نعمله كده فرم كده ناعم. شايفين بالشكل ده؟ وطبعا لو انتوا عايزين تعملوا الباميه طبعا بلحمه كبيره مفيش اي مشكله خالص، بس الفكره ان انتوا هتسووا اللحمه الكبيره قبل ما تبداوا في الباميه كده بشويه، تسيبوها تستوي بقى معاكم كده خالص، وبعدين هقول لكم بقى تعملوها ازاي. عندي هنا بقى خلاص هبدا بقى ان انا افرمها في الكبه. البصل افرمه زي ما انتوا شايفين كده. شايفين هو كده ده شكله. وطبعا الثوم بتاعي انا قشرته اهوت كده بالشكل ده كده. دي راس الثوم بتاعتي كلها. هبدا بقى ان انا ادق الثوم. هنزل بقى عليه معلقه صغيره كده من الفلفل، معلقه صغيره من الكمون، وبعدين معلقه صغيره كمان من الملح. هبدا بقى ان انا ادق كده الثوم، هخليه ناعم جدا. اهم حاجه عندي الثوم يكون ناعم جدا. بس دي كده ده كده شكله. شايفين عامل ازاي؟ خلاص دي كده اهم مرحله، ان هو يبقى ناعم معايا قوي ما يبقاش خشن. يلا بقى حله على النار، احط فيها كده معلقتين سمنه وشويه زيت. هنزل عليهم بالبصل بتاعي اللي احنا فرمناه في الكبه. هبدأ بقى ان انا اقلب البصل كده مع بعضه لحد ما لونه كده يبقى ذهبي. هنفضل بقى نقلب كده في البصل. اول ما اللون بتاعه يبقى ذهبي هبدأ بقى ان انا انزل عليه بالثوم بتاعي. شايفين دي كده كمية الثوم اللي احنا عملناها مع بعض، دي راس الثوم كلها. هنقلب بقى. مش عايزة اقول لكم على الريحة تجنن، الريحة تجنن بجد، تحفة. هبدأ بقى كده ان انا اقلب الثوم والبصل مع بعض لحد برضو ما اللون بتاعهم كده هما الاتنين مع بعض كده يبقى لونهم ذهبي. شايفين لونه عامل ازاي؟ هبدأ بقى ان انا انزل عليهم باللحمة بتاعتي. طبعا انا هنا نشلت اللحمة من الشوربة بتاعتها. هبدأ بقى كده خدت اللحمة بتاعتي. هفضل بقى اقلب كده شوية حلوين مع بعض، هقلبهم كده مع بعض شوية حلوين. شايفين بالشكل ده؟ هغطي بقى عليهم. وبعدين عندي هنا بقى حوالي كيلو الا ربع كده من الطماطم. اهم حاجة الطماطم بتاعتي تكون حمراء. طبعا احنا هنفرم الطماطم دي، هنغسلها كويس جدا ونفرمها.
وهنا بقى كل شويه طبعا انا موطيه النار هنا على اللحمه وهي بتتقلب في البصل والثوم كده. كل شويه هشيل كده الغطا واقلب يعني اقلبها شويه لحد ايه ما تشرب كده من الثوم والبصل بتاعها. وبعدين هنزل عليهم بقى بالصلصه بتاعتي اللي انا فرمتها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هنقلبهم بقى مع بعض كده تقليبه حلوه وهنغطي عليهم. وبعدين بعد شويه بقى كده هشيل الغطا وبعدين برضه اشوف هي بقت عامله ازاي. طبعا احنا عايزين هنا الصلصه بتاعتي تتسبك شويه. اول ما الاقيها اتسبكت شويه بقى هبدا بقى ان انا انزل عليها بالباميه. الباميه هنا طبعا انا شطفتها كويس وصفيتها. هنزل بقى بالباميه بتاعتي. شايفين الجمال؟ شكلها تحفه. هنقلبهم بقى كده مع بعض. هنفضل بس نقلب كده ان احنا نخلي صلصه كده يعني هي والباميه يكونوا حته واحده كده مع بعض. بس تقلبوها بالراحه عشان بس الباميه بتكون يعني الباميه الصغيره دي بالذات لو انتوا قلبتوها جامد بتتهرس منكم، لكن واحنا نقلب بالراحه. شايفين؟ وهنسيبها طبعا مع بعضها كده تتسبك مع بعضها برضو شويه، الباميه مع اللحمه مع الصلصه اللي احنا حطيناها. هنسيبهم كده يتسبكوا مع بعض شويه. وبعدين بعد كده بقى هننزل عليهم بالشوربه بتاعه اللحمه اللي احنا نشلنا منها اللحمه دي. اهي شايفين كده؟ بعد شويه انا كنت طبعا مهديه النار عليها. هقلبها برضو تقلبتين كده، هي لسه شايفين فيها برضو ازاي صلصه. هسيبها بقى برضو على نار هاديه جدا ويلا بقى بينا كده نعمل الرز مع بعض. عندي حله على النار هنزل عليها كده بشويه زيت ومعلقتين برضو من السمنه. طبعا اول ما يسخنوا معايا قوي هنزل بقى عليهم بشويه شعريه كده. انا هعمل يا دوب كوبايتين من الرز جنب الباميه، لان طبعا في جزء بياكل منها بالعيش وفي بالرز، فانا مش هكتر رز خالص. هما يا دوب كوبايتين من الرز كده غسلتهم كويس جدا وصفتهم. اول ما الشعريه كده تحمر معايا زي ما انتم شايفين كده هبدا بقى ان انا انزل عليها بالرز وابدا بقى ان انا اقلبهم كده مع بعض تقليبه كويسه. اهم حاجه في الرز ان احنا نقعد نشوحه كده شويه حلوين. ده بقى بيخليه يبقى ممتاز، بيخلي السوا بتاعه تحفه، بيبقى مفلفل وحلو قوي. شايفين؟ هفضل كده ان انا اقلب فيه. خلاص كده هو كده اتشوح معايا كويس جدا. شايفين بقى الشوربه دي؟ انا طبعا مطلعاها من اللحمه اللي انا كنت لسه سلقاها فيها، يعني اللحمه اللي انا كنت لسه مسوياها دي الشوربه بتاعتها بقى. عملت منها برضو رز. هسيبه بقى طبعا على نار هاديه جدا. واول ما الاقيه كده عمل خروم معايا كده ابدا بقى ان انا اقلبه تقليبه واوطي عليه خالص. نرجع بقى هنا للباميه بتاعتنا. شايفين؟ خلاص هي خلاص اهيت بقت تمام جدا يعني الصلصه بتاعتها اتبخر منها كتير. هبدا بقى ان انا انزل عليها برضو بالشوربه. يبقى اللحمه اللي احنا عملناها هنا استفدنا منها ان احنا عملنا منها رز وعملنا منها برضو الباميه. هنقلبها بقى كده مع بعض كده. الباميه خلاص تعتبر خلصت معايا. هسيبها بقى كده على نار هاديه جدا لحد ما الاقي الباميه استوت معايا وتبقى خلاص هي كده جاهزه معايا. اول بقى اما الاقيها خلاص استوت معايا هقول لكم بقى هنعمل فيها ايه دلوقتي. انا مش عايزه اقول لكم ريحتها خطيره. يلا بقى كده نبدا ان احنا نحطها في الطواجن بتاعتنا عشان ندخلها في الشوايه. عندي هنا طبعا انتوا عايزين بقى تعملوا طاجن 2 3 4 زي ما انتوا حابين تعملوا براحتكم خالص. انا هنا هعمل 4 طواجن. شايفين؟ احط الباميه في الطواجن زي ما انتوا شايفين كده وهدخلها الفرن تحت الشوايه يا دوب هتاخد بس وش كده وخلاص. شايفين هنا الرز بقى مفلفل ازاي؟ هنقلبه بقى كده تقليبه حلوه. طبعا انا اهم حاجه في سوى الرز عشان يطلع معاكم مفلفل لازم تهدوا عليه النار جدا. خلاص هو كده استوى معايا وطبعا الطواجن في الفرن وكده خلاص يكون خلص معايا. شايفين؟ ايه رايكم بقى؟ تحفه، طالع مفلفل ويجنن. وده كده شكل الطاجن بعد ما طلع من الفرن، خطير. انا مش عايزه اقول لكم على الجمال وعلى ريحتها بجد تجنن. شايفين؟ دول كده ال4 طواجن اهمت اللي انا عملتهم. يا ريت بقى لو جربتوها تقولوا لي رايكم في الكومنتات. شايفين؟ تحفه تحفه تحفه. يا ريت برضو تقولوا لي في الكومنتات بتحبوا تاكلوها بالرز، يعني بتاكلوها مع الرز ولا بتاكلوها بالعيش؟
يعني في ناس بتحب تاكلها بالرز وفي ناس بتحب تاكلها بالعيش. شايفين ده شكلها كده تحفة. طبعا اهم حاجة زي ما قلت لكم في اول الفيديو، البامية واحنا بنشتريها لازم نشتريها طازة، ما نجيبش بامية بايتة، بتبقى حلوة قوي وهي طازة. تمام، يلا بقى كده ندوق مع بعض. طبعا ده للناس اللي بتحب تاكلها بالرز، مش اللي بتحب تاكلها بالعيش. طعمها يجنن، تحفة. وشايفين بصوا بقى اللحمة السوا بتاعها عامل ازاي، اللحمة دايبة تجنن. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. باي باي.